السلام عليكم. النهارده هنعمل بقى مع بعض مثلثات السعادة الكريب، حاجة كده بقى من الآخر، ومكوناتها موجودة في كل بيت. هنحتاج فيها صدر فرخة وتوفير من الآخر. طبعا مفيش حد فينا ما بيحبوش، وكتير بنشتاق ان احنا نجيبه من بره. طب وليه؟ كملي بس الفيديو معايا للآخر وانت هتستفادي جدا النهارده. بس كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا هنجاوب على السؤال اللي فات: كم عدد أعمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه. 9 أعمام. والسؤال التاني النهاردة مرتبط بالسؤال الأول: 9 أعمام، كم واحد منهم أسلموا؟ وأسمائهم إيه يا جماعة؟ ويلا بينا نبدأ وصفتنا. أنا معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم كوباية ونص لبن وكوباية ونص مية، ممكن نزود حاجة بسيطة من المية. هضربهم كويس جدا بالمضرب اليدوي. وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل، واحط عليهم بيضة، وهرجع اضرب تاني بالمضرب لحد ما كل المكونات دي تختفي والعجينة تكون قوامها حلو معايا. هنشوف القوام حالا. طيب لو لقينا فيها تكتلات ممكن نصفيها بالمصفى. ممكن نريح دماغي واعمل كل ده في الخلاط، ممكن، بس هتقعدي بقى بالسباتولا كل شوية تنزلي دقيق اللي على الجوانب. كده خلصنا عجينة الكريب في طاسة مسحها بزيت على النار. هحط كده بالفنجان او بالكبشة معيار، واقوم لفها لف تملى معايا الطاسة. ولو عندك طاسة كريب هيكون احسن، بس انا ما عنديش، وبعمل برضو في الطاسة دي، مش هتقول لا. طيب الكمية دي عملت معايا 12 واحد. طيب ولو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير يا جماعة، انا بفرح بتعليقاتكم. شيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان غيركم يستفيد والصفحة تكبر بيكم. ده كان شكل الكريب في الاخر. بصوا، حاجة كده زبدة، ما تلونهوش قوي، يا دوبك يصفر من الناحيتين. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا كان عندي صدر فرخة متبلاه في التلاجة ببصل وطماطم مضروبين في الخلاط وشوية ملح وفلفل وشوية جنزبيل، 7 بهارات زي ما تحبي. عندك مستردة حطيه، ممكن طبعا تعمليه بالبانيه. الحاجة اللي انت تحبيها اعملي، مش شرط الحشوة دي. وجبت البصل قطعته جوانح او شرايح رفيعة ونزلته. مش لازم بصل ابيض، ممكن بصل احمر هيقضي الغرض. وهنزل عليه بشوية فلفل الوان. ولو انتم وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير، عايزه الصفحه تكبر بيكم. شيروا الفيديو يا جماعه. هنا بقى كنت طفيت حته فحمه متولعه بنقطه زيت وقفلت عليها بالغطا. انا مش عايزه اوصف لكم جمال الطعم، حقيقي حاجه كانت تحفه. هنا هلف الكريب مثلث، هقطعه بحته طرف كده. هنزل بشويه كاتشب وشويه جبنه موتزاريلا. على فكره هو ليه كذا طريقه في اللف. هحط شويه من الفراخ وواحدتين 3 من الزيتون كده، ما تكتروش زيتون عشان ما يحدقوهوش قوي. وهلفه زي ما انتوا شايفينه كده. هجيب الطرف ده وارجع اجيب الطرف التاني، ولو في حته زياده هنزلها ورا. وبكده اكون عملت معاكم المثلث. طيب الطويل بقى اللي عامل زي الشاورما، هجيبه من النص وهفرد نفس الخلطه، واجي كده اقفل من ناحيتين واكمل قفله. على فكره هو بيلزق، يعني مش هيتفك منك. يعني انا مجرد ما اقفله كده هتلاقيه، بصي، لزق، مش هيتفك مني. واحنا طبعا هنحمره في طاسه مدهونه زيت. مش هحط زيت كتير علشان ما يشربش الزيت وطعمه مش هيبقى احسن حاجه. شويه كاتشب وشويه مايونيز وشويه بطاطس شيبسي، وبكده يبقى اكلنا ووفرنا وبسطنا نفسنا. وبجد انا فرحانه بنفسي قوي يا جماعه، يا ريت تفرحوا بيا انتوا كمان.